خبر مؤسف جدا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت، وهو مصرع وإصابة العشرات بسبب حريق هائل في حفل الزفاف بمنطقة الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية. ودلوقتي هنعرض لحضراتكم فيديو لآخر رقصة رقصها العريس مع عروسته قبل اندلاع الحريق بلحظات قليلة. وكانت أعلنت مديرية الدفاع المدني استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحادث. وأكد وزير الداخلية العراقي إن فرق الدفاع المدني قدرت إنها تخلي كل المصابين في الحادث. ودي بعض الصور واللقطات لعريس حريق قاعة الزفاف هو وعروسته وهما في حالة انهيار تام أثناء دفن جسامين الضحايا. وكانت أشارت المعلومات والتقارير الأولية إن الألعاب النارية اللي تم استخدامها في حفل الزفاف ده هي السبب الرئيسي في اشتعال النيران داخل القاعة، وبعد كده انتشر الحريق بسرعة رهيبة في باقي القاعة. ربنا يرحم الضحايا ويشفي كل المصابين. روايات عديدة جرى تداولها حول أسباب فاجعة حفل الزفاف، تصدرتها قصة إطلاق الألعاب النارية داخل القاعة ما تسبب في نشوب الحريق. لكن مرتضى أسعد الشبكي صديق العريس ريفان أكد أن ما حصل ليلة الكارثة لم يكن بسبب الألعاب النارية وحدها. فما الذي حصل؟ الشبكي أشار خلال مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية إلى أن الألعاب النارية طالت جزءاً من سقف القاعة بالفعل، لكن قبلها كانت أجهزة التبريد تحترق دون أن ينتبه لها أحد، واستمر الحريق لأكثر من نصف ساعة، وهو ما ساعد على نشوب الحريق بالجدران. الوكالة نقلت عن صديق العريس أيضاً أن أحد الأشخاص أبلغ صاحب القاعة أن أجهزة التبريد قد أطفئت دون أن يعلم أنها كانت تحترق، واحترق معها الجدار من الخلف، مؤكداً أن صاحب القاعة اختفى وكأن ما حدث في قاعته كان أمراً هيناً. مكان الحسن في المتكئ الأخير. شاباش أبو مرسال الغالي. الراحة الأبدية. هذه لأمي، هذه لماما، هذه لفاطمة بريشي، فاطمة بريشي. هذه ماما، هذه